مجتمع كبير مهندس هندسه صناعيه غير اي مهندس تاني. انت ممكن تلاقي مثلا مهندس النهارده في المينتننس، هو ممكن تلاقي الجروب اللي هو شغال فيه مثلا 10 افراد، لكن انت النهارده ممكن تلاقي مهندس لسه جاي النهارده خط الانتاج بتاعه فيه 200 واحد. فهو مجتمع كبير. صح. وزي ما انت بتدي الناس هتدي لك. ولازم تفهم حاجه كويسه جدا، في ناس ما اللي خدتش فرص تعليميه كويسه، في ناس المينتاليتي بتاعتهم قويه جدا وعنده ادفانتج كبيره جدا عندك، ان هو تاتش البروسيس بشكل كبير جدا. هو يعني شايف كل الفاريابيليتيز اللي بتحصل عنده في البروسيس، فهو اول واحد هيقول لك المشكله وهيقول لك حلها. عشان كده في تكنيك اسمه elicitation تكنيك، ان انت ازاي بتستنبط الحاجه. الاستنباط جزء منه كبير ديسكشن، جزء منه ان انت بتعمل مع الناس دي برين ستورمنج، تتكلم معاهم، ولازم تبقى عارف ان انت دايما لازم الناس دي في قدرات كبيره جدا عند الناس دي. عدم استغلال القدرات دي لوس كبير. عشان كده لما كانوا بيتكلموا على 7 تايب اوف ويست في اللين مانيفاكتشرنج، بيقول لك ان في ويست تامن اللي هو عدم استغلال قدرات الناس بشكل. صح كده؟ مظبوط.